تعرف ان الدايت ممكن يكسر عضلاتك؟ طب ده ليه ممكن يحصل وايه خطورته يعني؟ والله الدايتنج عامة او تقليل السعرات بيبقى الهدف منه ان جسمي يستخدم طاقة من مخازن الدهون اللي جواه، مش من الاكل اللي جاي من بره. ودي عملية كاتابوليك او عملية هدم. الجسم بيهدم وبيحرق في مخازن الدهون اللي في الجسم عشان يطلع طاقة، ولكن ممكن مع حرق الدهون الجسم يحرق شوية عضلات. طب ازاي تتجنب كده؟ اولا ما ينفعش ابدا دايت بدون حركة، لازم رياضة ولازم تعلي معدل حرقك، حتى لو الرياضة دي هتبقى ماشي بانتظام. العضلات اللي مش بتستخدمها بانتظام حجمها بيصغر مع الوقت، والعكس صحيح. كمان لازم تكون بتاخد احتياجك اليومي من البروتين، وده حوالي 1 جرام او ممكن اكتر لكل كيلو جرام من وزنك الصحي. واخر سؤال معانا هو هيحصل ايه يعني لو كسرت عضلات كتير وانا بخس؟ الموضوع ده بقى بيشكل خطر على العظام، وكمان بيزود فرص الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وكمان معدل حرقك بيتأثر مع فقدان كمية كبيرة من كتلتك العضلية. يبقى الدايت مش تقليل أكل وخلاص، لازم يكون دايت متوازن.